بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحة وسعادة يا رب. الله يهنيكم ويسعدكم يا رب. بقول لكم النهارده كده ايه، هعمل بطاطس بطريقة جديدة وجميلة. بصوا انا قطعتها زي الشيبسي بالظبط، وبعدين قطعتها ايه شرايح صغيرة، وحطيت لها معلقة دقيق واحدة كده. مش هتاخدي زيت خالص، خدي بالك معايا، توفير للزيت. وفي نفس الوقت هتاكلي بطاطس. لو عيالك بيحبوا البطاطس المحمرة يا سلام، هتعجبهم قوي. ايوه هتعجبهم قوي بالطريقه دي. بصي هي معلقه زيت واحده اهي، بس بتفرديها كده ايه على في الصينيه اهي زي ما انت شايفه كده اهو. هتتفرجي بقى على البطاطس الجميله دي، سهله وسريعه ومش بتاخد زيت منك خالص. معلقه دقيق واحده على، انا حطيت على الثلاث بطاطسات معلقه واحده دقيق. شوفي انت عايزه تزودي تكتري تقللي براحتك يعني، كل ما يعني ليكي نظريه. لو هتعملي بطاطسايه واحده تحطي نص معلقه دقيق واحده اهي، شايفين؟ تحطها كده معلقه زيت واحده اللي هتحطيها، مش هتكتري الزيت بس تسويها كده. اتفرجي بقى على احلى بطاطس سهله، مش هتاخد منك زيت خالص. هي معلقه زيت اللي هتحطيها. وعملت شويه مسقعه كده وناكله النهارده تحابيش، فلافل على بطاطس على مسقعه كده. هتزهق بقى من الطبيخ بقى، طول شهر رمضان الواحد عمال بيطبخ، فكده ايه الواحد يقضيها بقى يوم كده ولا حاجه، تبقى الاكل الحباش دي جميله. بس البطاطس دي هتعجبك قوي بالطريقه دي. انا عملتها قبل كده بالبنجر كانت جميله برضو، بس كده هي حلوه برضو. سيبها بس كده ايه على النار، توطي على النار، ما تعليش عليها النار، خلي النار واطيه ايه. سيبها بس كده ايه تتحمر من تحت وهتقلبيها. شايفه حبيبتي بتعمليها ازاي اهو؟ ده اخر قرص خلاص. بس بططيها كويس كده وسويها عشان ما تبقاش ايه منعكشه من هنا ومن هنا كده، لا تبقى مستويه. بس معلقه دقيق واحده، انت بعد ما تخلطيها حطي لها معلقه ملح ولفيها بيها وشويه كده، وتروحي حاطه لها معلقه الدقيق وتروحي مقلباها عليها وقلي على طول. شايفه طالعه جميله ازاي؟ شايفه؟ بصي بصي اللهم صل على النبي. بصي القرص عامل ازاي جميل وخفيف قوي، هيعجب العيال قوي لما تعمله لهم كده بالطريقه دي. احنا قلنا نقضيها النهارده بقى كده ايه، اي حاجه. القرص اللي انا حطاه لسه اهو زي ما انتوا شايفين اهو، شايفين؟ هي معلقه زيت في كل مره. اتفرجي بقى، يوفر لك زيت وفي نفس الوقت عيالك هيحبوها قوي اهي. تقلبيها كده اهو، شايفه اتقلبت على طول اهي. بس بتوطي عليها النار، اوعي تعلي عليها النار، خلي النار واطيه. سيبها بقى لحد ما تتحمر كده براحتها. شايفين حبايبي لونها بقى وجمالها؟ بصوا والله طعمها عسل. لو تدوقوها كده هتقولوا فعلا مش هتعملوها الا كده على طول. يا دوبك دول بطاطستين اللي انا عملتهم، مفيش غيرهم والله، اتنين بس. خلاص انا طفيت عليها النار. بص استوت خلاص من تحت ومن فوق اهو، شايفين من تحت اهو؟ بقلبها اهوت عادي، مفيش اي مشكله اهو. شيلها كده واحطها هنا. شايفين الجمال؟ بصوا بصوا شكلها بس جميل كده عسل يعني. ما احط لكم البتاع اللي بيحطوه كونديشن ده اللي هو بيزوقوا بيه الحاجه. بصوا الجمال، بصوا جمالها. بصوا يا جماعه، اعمليها كده بالطريقه دي، عيالك هيحبوها قوي والله. وهنا بقى ايه عملت ايه النهارده؟ طحنت الفلافل زي ما وريتكم، شوفوها على اليوتيوب في الخلاط. وعملنا فلافل النهارده كمان جنب الاكل اهو، قالتها شايفين؟ اكل عسل العسل النهارده. شايفين الفلافل شكلها يفرح ازاي؟ بتبقى رخيصه في البيت واطعم واحلى. بصوا من جوه، بصوا من قرمشه من بره وطريه من جوه، شايفين؟ احلى من الكفته، جميله جدا جدا. شايفين الجمال اهو؟ وشويه مسقعه بقى وشويه بطاطس. والنهارده بقى الغدوه كده ايه، حاجات كده محبشه كده مع بعضها. ايه رايكم؟ هتعجبكم قوي الغدوه دي، مسقعه جميله والله. بس ما حطيتلهاش فلفل، حطيت لها شطه، عندي شطه حطيت لها.
وادي الفلافل قالتها، وادي البطاطس اللي وريتها لكم. بصوا جميله ازاي، جميله ومقرمشه، العيال هيحبوها والله. طب جربيها كده حتى ان شاء الله بطاطسيه واحده هتعجبك قوي. يعني انت تقطعيها زي الشيبسي بالظبط، وبعدين تقطعيها شرايح كده رفيعه بالسكينه، تحط لها شويه الملح، مش هتحط حاجه تاني، ومعلقه الدقيق، وتروحي قاليه على طول. اتفرجي بقى على الجمال اهو. بصوا غدوة عسل العسل. يلا اعملي كده، قضيها بقى كنا النهارده بعد العيد كده اي حاجة. يلا كل سنة وانتم طيبين حبايبي، مع السلامة.